في اسكندرية في طريقنا لرشيد بلد المليون نخلة، مدينة السحر والجمال والمناظر الطبيعية الخلابة اللي طول ما انت ماشي بتشوفها. وصلنا رشيد وكان الجو جميل، وكان منظر الكورنيش هادي ومريح جدا نفسيا. وبعدها ركبنا المركب مع الريس خطاب اللي رحب بينا قوي، ما تخيرش عن اهلها اللي معروفين دايما من زمان بالكرم والترحاب. واستمتعنا جدا بالاجواء ومنظر السحاب ومية النيل والطيور والهدوء، واجمل حبة هوا نقي ونضيف تستنشقهم هناك. والمنظر كان روعة، كأنك قاعد جوه لوحة فنية. وبعدها اتمشينا في السوق نشتري حاجات، وطول ما انت ماشي تلاقي أماكن وبيوت قديمة من ألوفات السنين. المرة دي قلنا نضرب مشويات، واحنا ماشيين لقينا جنب مسجد العرابي اللي اتبنى من 200 سنة مطعم مشويات المصطفى اللي ترشح لنا كتير نجربه. ولما عرفوا إننا ضيوف عندهم كان الترحاب حار، واستقبلونا أحسن استقبال، كنا على راحتنا. أول ما تدخل كده تلاقي اللحمة متعلقة وشكلها مغري، وجنبها المحاشي والرز والفراخ المشوية جرت ريقنا. ودخلنا ندوق الأكل ونشوف المشويات في رشيد بتقول إيه. ورز هو بيتحط عليه اللبن والسمنة وبيدخله الفرن ويعمل وش بقى من فوق، والطاجن طالع مستوي حاجة فلة وهو نازل من البرام سخن مولع. طاجن الخضار باللحمة طالع من الفرن، اللهم صل على النبي، يستاهل بقك. ويفتح الطاجن وينزل بيه في الطبق الخضار مع اللحمة الدايبة، مفيش إغراء أكتر من كده الصراحة. والسلطات عندهم مميزة جدا، والطحينة عندهم مختلفة، شكلها غير بتاعتنا خالص. وفراخ بلدي بقى في الشواية، وبتنزل الدهون بتاعتها وتحمر لونها ويبقى زي الزبدة، وحجمها ما شاء الله. وكمان يحطوها بالخلطة على الفحم، ويعملوا من الفراخ شيش مشوي على الفحم، والقطع حجمها كبير وفيها الخير والبركة. ولا طبعا الشوربة بقى بالبهاريز حكاية. وبصراحة من الواضح ان كل شغلهم 100% بلدي ببلدي. والحاج مصطفى بنفسه بيعمل الاوردر بتاعنا، ويقطع اللحمه قطع وينزل عليها بالشبت والبقدونس، ويقطع البصل وينزل عليها بالتوابل على اللحمه، ويخلطها في بعض ويحطها في الفرامه، وكله هناك فريش وطازه. وكل الحاجه بتبقى مخدومه واخده حقها وتتعمل قدامك، وبعدين يصبحها في السيخ وحاجه اخر جمدان. ويقطع لنا شرايح اللحمه البلدي اللي هتتشوي، وبجد شكل اللحمه حلو قوي، كلها لحم احمر صافي. ويبططها بظهر الساطور ويفردها على الشبكه بعد ما بهرها وينزلها على الفحم. وينزل بقى سيخ الكفتة على الفحم برضه، اللهم صل على النبي، شغل فاخر من اخر حاجة، اخر جمدان ودلال. وينزل بصوابع الكفتة في الطبق، وكمان اللحمة المشوية خلصت وعليها التحابيش بتاعتها. وندخل بقى على البيتزا ويفرد العجين، وينزل باللحوم والبسطرمه جواها، وبتدخل الفرن وحاجه اخر جمدان. ويدخل بقى على الفطير ويفرد العجين وينزل بالجبنه عليها، والشيدر والرومي والجبنه الكيري والخضار، وتطلع البيتزا والفطير ويقطعهم ويترصوا في الاطباق. ومنظر البيتزا مختلف كليا عن اي شكل شفناه قبل كده، وعن اي طعم كمان. وها قد اكتملت سفرتنا العريقه. حبينا نطلب من كل صنف حاجه ونشوف ايه المميز عندهم. كان منظر السفره الصراحه جامد، والاكل وسط السلطات عمل فني ابداعي، محتارين مش عارفين نبدأ بإيه ولا إيه. ودخلت بقى على الكفتة بقى مع الطحينة المميزة بتاعتهم، وودتني في حتة تانية خالص. بجد طعمها مميز، والتتبيلة أنا ما دقتهاش قبل كده في أي مكان تاني. بجد مشاوي رشيد غير اي مشويات اكلناها في اسكندريه. ودخلت على طاجن الخضار، واللحمه فيه دايبه دوبان، وكانت ريحتها قلب المكان. وطعم اللحمه فيه حلو قوي، والخضار مستوي حلو وطعمه جميل. وبسام دخل على الفطيره، وكانت طعمه طعامه وخفيفه ولذيذه جدا. ودخل بسام على البيتزا، وكانت طريه وعجنتها تخينه، بس ايه خفيفه خالص وبتدوب في البق. ويدخل اسلام على المحشي، وكان طعمه كويس جدا. ويدخل اسلام على برام الرز، وطعم الرز كان جميل ومظبوط. ويدخل نصر على اللحمه المشويه، ويسحب شريحه اللحمه في الطحينه، وطعم اللحمه جامد قوي ودايبه في البق، وتتبيلتها مظبوطه، واللحمه المشويه تحفه وطعمها جامد. واستمرنا في ملحمه الاكل في محاوله لفك الرموز وسر طعامه وحلاوه المشويات عند مصطفى، اللي اثبت لنا ان لسه الاكل بتاع زمان موجود، البلدي الطبيعي الطازه اللي كله بركه ويرم البدن، بعيدا عن المتلج والحاجات الصناعيه الضاره. بجد اكل كله مفيد جدا وكله فوائد للانسان، والحمد لله على نعمه ربنا اللي انعمها علينا، والخير والبركه اللي محطوطه لنا. والحمد لله خلصنا اكل، وحبينا نعمل لقاء مع الحاج مصطفى صاحب المكان، ويكلمنا اكتر عن المكان وحكايته. الناس قالت لنا روحوا عند الحاج مصطفى مشويات، روحوا عند الحاج مصطفى، يعني بسم الله ما شاء الله السيت مسمع في رشيد كلها. الحمد لله، ده من فضل ربنا والله. عايزك من تتكلم فضل بقى، ربنا. اتكلمنا بقى مع الناس بقى كده. ايه بقى مشويات ده بدأ ازاي مشويات مصطفى؟ والله المشويات المصطفى ده احنا كنا عاملين كذا فرع قبل كده، واستقرينا في الفرع ده. وبعدين احنا الحمد لله رب العالمين لافين وجايبينها من دول عربيه، سعوديه، شرم الشيخ، مطروح، لغايه ما استقرينا هنا. الشغل كله بتاعنا بلدي زي ما انت شايف، مفيش حاجه كده ولا كده. بالنسبه بقى يعني احنا شايفين السوا بتاع الاكل، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه مستويه احنا كده على نجيبوه الاخر كده. انضف حته لحم. احنا ما نجيبوش الا انضف حته لحم. وهي ما بصراحه كانتش يعني حته اللحم انضف حاجه ما اشتغلهاش.
اللحمه مختلفه جدا عن اسكندريه، والخلطه حتى بتاعت الطحينه لا مختلفة عن خلطه بلدي، اسكندرية. كله شغل بلدي، شغل خلطه كلها بلدي. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. احنا سمعنا حضرتك برضه ان انت كنت شغال في السعوديه. اشتغلت في السعوديه، قعدت فتره في السعوديه، قعدت فتره في تركيا، قعدت فتره جمعت كله وحطيته هنا، من تركيا سعوديه شرم، كل شغل سياحي. انت بسم الله ما شاء الله بتفرق بقى الاداره لما لا تكون الحمد لله رب العالمين. وشاربه لا الساعه. من تركيا سعوديه شرم، استقرينا في رشيد بلدنا بقى مسرح الاسرار، استقرينا فيه. طب هنا المكان فين بالظبط عشان لو الناس حابه هنا تجي لك؟ المكان رشيد موقف القديم قدام مسجد العرب. رشيد الموقف القديم قدام مسجد العرب. واي بقى ان شاء الله اي حد يجي من الجروب تبع الجروب له خصم كمان خصم فعلي. يعني اي حد هيشرفنا تبع الجروب له خصم فعلي. شكرا يا حاج، بنحب نشكرك حبيبي يا بصراحه. بسم الله ما شاء الله. حبيبي الف انا وشكرا. بصراحه الاستقبال 10 على 10. حبيبي الف انا وشكرا. حبيبي ربنا يحفظك. حبيبي يا باشا. وبنحب نشكر كل ستاف مشويات المصطفى على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، وحببتونا في مدينه رشيد قوي في اهلها الطيبين الجدعان. كانت تجربه ممتعه جدا واستمتعنا بيها. ما تنسوش تتابعونا لان الفتره اللي جايه هنلف مصر كلها محافظه محافظه مع المطعم جيه.